هل تتحدث مع نفسك أحيانا؟ تهانينا، أنت تستخدم واحدة من أذكى الأدوات التي يمتلكها دماغك، وإليك السبب. أولا، أنت تنظم أفكارك. عقلك مثل غرفة مليئة بالأفكار المبعثرة. عندما تتحدث بصوت عال فأنت تجبر نفسك على ترتيب تلك الفوضى في جمل واضحة ومنطقية. أنت حرفيا تفكر بشكل أفضل. ثانيا، تركيزك يصبح خارقا عندما تبحث عن مفاتيحك وتقول: أين وضعت مفاتيحي؟ أنت توجه انتباه دماغك لمهمة واحدة فقط. هذا الصوت المسموع يعمل كإشارة ليزر، مما يجعلك تجد الأشياء بشكل أسرع. ثالثا، أنت تهزم التوتر بدلا من أن تدور الأفكار المقلقة في رأسك. أخرجها عندما تقول: حسنا، سأقوم بالمهمة الأولى ثم الثانية. أنت تحول القلق إلى خطة عمل ملموسة. أنت مدربك الشخصي. رابعا، أنت تتعلم أسرع قراءة معلومة بصوت عال تساعد على ترسيخها في ذاكرتك بطريقتين: بالرؤية وبالسمع. إنها خدعة بسيطة لتعزيز التعلم. المرة القادمة التي تتحدث فيها مع نفسك، ابتسم، فأنت لا تفعل شيئا غريبا، بل تمارس تمرينا عقليا عالي المستوى